السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم، وفي اي حاجة ان شاء الله انا بقدمها لكم تنول اعجابكم. ما تنسوش حبايب قلبي بقى تحطوا اللايك على الفيديو، وكمان تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ام انس. النهارده حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا الفول المدمس بطريقة سهلة جدا وجميلة جدا، وهقولك ازاي تعمليه من الالف للياء. جميل جدا بطريقة حلوة اوي هتعجبك، من غير بقى عليه اي اضافات ولا اي حاجة خالص. بصي ولا تسمعي الكلام اللي بيتقال حط عليه عدس، لا حط عليه طماطم، لا حط عليه اي حاجة كده وهو بيستوي، لا خالص. مفيش اكتر من الفول بس معانا، ونضيف عليه مية وخلاص. معايا هنا حبايب قلبي كيلو من الفول، اللي هو الحبايه الرفيعه اللي بتتباع في المطاعم ديت، مش الفول البلدي حبايب قلبي، لا الفول الرفيع دوت. وجبته ونقيته كويس ونضفته كويس قوي. تمام. وضفت عليه كده كميه كبيره قوي من الميه، وهسيبه كده 12 ساعة. 12 ساعة حبايب قلبي، عبال كده ما يتنقع وياخد وقته من المية ديت. بتلاقيه الحباية بتاعتك زايدة كده ومنتفخة، يكون هو كده حبايب قلبي تم النقع بتاعه بنجاح. عشان اقولك يا حبيبة قلبي قد ايه بالظبط 12 ساعة. يعني لو عملتيه من بالليل هتسيبيه تاني يوم الصبح عقبال ايه ما تولعي عليه يستوى. عملتيه بالنهار سيبيه 12 ساعة من الصبح للمغرب وولعي عليه. وبعدين بعد ال 12 ساعة ما يعدوا عليه بقى، تعالي كده بقى بالمية بتاعته، هتلاقي الحباية بتاعته انتفخت معاكي وعسل قوي. هتحطيه على النار بالمية بحاله كده. تمام، من غير بقى لا تغيري المية بتاعته ولا اي حاجة خالص، عشان هو اصلا اتنقع فيها وهنسويه فيها. تمام. ارفعي على النار بقى تكاية جميلة جدا هقولك عليها. بيعملوها بتوع المطاعم بقى. اول ما تضيفيه على النار حبيبة قلبي، علي النار عليه خالص عقبال ما يغلي، وساعة اول ما يدينا غليان كده قوي قوم رايحة مهديه عليه النار بقى. يعني حاجة بسيطة كده زي ما تكوني رايحة ترددي الرز بتاعك كده، بتهدي النار ازاي. وسيبيه بقى يستوي معاكي، ما بياخدش معاكي اكتر من ربع ساعة تلت ساعة بالظبط، علشان اصلا هو منقوع في المية كتير وشارب ميته. تمام. بتلاقي الحبايه بقى بتاعتك دابت خالص كده زي ما انتوا شايفينه. هتعملي ايه مؤنس بالكميه دي كلها؟ طبعا هخزنها، هتخزني في الفريزر حبيبه قلبي. هيقعد معاكي بالطريقه ديت سنه، لو عايزه سنه هتقعد معاكي سنه. بصي بقى حبيبه قلبي، الفول لا حطيت عليه عدس ولا حطيت عليه اي حاجه خالص غير الفول والميه زي ما انتوا شايفين كده، وبعبيه في الاكياس زي ما انتوا شايفينها كده. تروحي تشتري بقى الكيس دوت من المطعم مش اقل من 10 جنيه. يعني انا بقول بالاقل 10 جنيه. يعني انتي هتجيبي الفول بتاعك كيلو، هتعملي منه كمية كبيرة قوي وهتوفري كتير قوي. وكمان سبت شوية في الحلة زي ما انتوا شايفينهم كده. هنعملهم مع بعض بقى بطريقتي انا، طريقة الفول اللي بالصلصة. هنعمله كده بالطماطم جميل جدا وخرافة. وكمان هعمل معاكم طبق فول بالطحينة حلو قوي هيعجبك. بسم الله ما شاء الله. تعالي بقى نشوف الحاجة بتاعتي اللي انا هعمل. اول حاجة كده الفول بالصلصة بتاعي. معايا كده بقى حلة ولا اي حاجة عندك على النار، وحطيت فيها معلقة كبيرة من الزبدة، وعليهم كمان 3 4 معالق كده من الزيت، وعليهم كمان حبيبة قلبي هنا الحاجات بتاعتك بقى اللي انتي. فصين من الثوم مهروسين، وكمان بصلاية كبيرة كده محترمة قطعتها قطع صغيرة، وكمان طماطمية كبيرة برضو قطعتها قطع كده زي السلطة اللي احنا بنعملها، وكمان قرن فلفل اخضر قطعته قطع صغيرة برضو. تعالي بقى نشوف السمنة الزبدة بالزيت كده قدحوا وسخنوا قوي. هضيف عليهم بقى ايه الفصان من الثوم، واسيبهم كده يدوب. اول ما ريحتهم بتطلع معاك كده في المطبخ وبيملى الريحة الجميلة ديت البيت. انزلي بقى عليهم بالبصلة بتاعتك اللي انت مقطعاها، وقلبيهم تقلبتين كده مع بعض. هاتي بقى كده، انا هنا حطيت حبيبه قلبي دي بشره من الجوز الطيب بتخلي طعمه جميله جدا. ضفتها على البصله كده يا ناري وهي كده بتدبل. مش هنصفر البصله طبعا ولا هنحمرها، يا دوب هخليها تدبل كده بس. وبعدين هضيف الطماطم بتاعتنا بالشكل ده،
وكمان هبهر بقى المكونات بتاعتنا ديت بالبهارات الموجودة عندك. ما شرطش اي بهارات طبعا للفول، اي بهارات موجودة عندك في البيت بقى، مثلا الفلفل الاسمر، الكمون، الكزبرة الناشفة. دي كمان معلقة كده، معلقة ونص من الدقة ديت حبيبة قلبي بنعملها هنا بالملح والبهارات والحاجات ديت، بتبقى دقة للطبيخ بنستخدمها بديل الملح يعني. تعالي بقى غطي عليها كده وسيب الطماطم بتاعتك تستوي كده وتدبل. واول ما تستوي معاك وتدبل والمكونات ديت كلها تتجانس مع بعضها كده وتشرب من بعضها وبتكون ريحتها جميلة جدا قوي، هاتي بقى معلقة هراسة الفول، اي حاجة يعني، حتى لو مفيش هراسة فول ولا معلقة، هاتي كوباية كده وبقاع الكوباية واضغطي كده على الطماطم، اهرسيها قوي لحد ما بتدوب معاكي كده زي ما انت شايفاها. بسم الله ما شاء الله. حطيت كمان الفلفل الاخضر زي ما انتوا شايفين كده، المكونات بتاعتنا كلها بقت على بعضيها كده. خلاص بقى زي ما انتوا شايفين كده النهاية الجميلة اللي انا بحط بيها الفول بتاعي بقى. شايفين لون الفول يا حبايب قلبي؟ جميل جدا جدا. شايفين بقى منظره مستوي جدا جدا، دايب بجد يعني، حاجة من الاخر كده ما شاء الله. كمان بحط كمان كرنبين 3 من المية بتاعة الفول. المية بتاعة الفول حبايب قلبي ما برميهاش طبعا، لان هو اصلا الغذاء بتاع الفول كله نازل فيها، ما بنرميهاش. تمام كده. بضيفها على الفول بدل ما اضيف انا مية من عندي بقى تانية، بضيف المية بتاعته يستوى فيه وبهرسه كويس جدا جدا كده زي ما انتوا شايفينه، يعني بقاع كوباية بهرسة الفول بالمعلقة عشان هو مستوي او برضو هيتهرس معاكي بسرعة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. غطيت عليه بقى يدوب 5 دقايق بس يغلي مع بعض كده وبيكون جميل جدا وخلص معانا. هوريهولكم برضو. تعالوا بقى نعمل كده طبق فول بالطحينة بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة كده هاتي طاسة بقى كده معاكي او اي حاجة على النار، وضيفي بقى برضو معلقة من الزبدة، عليها كمان معلقتين من الزيت، وسيبيهم بقى يتقدحوا كده ويدوبوا خالص مع بعض كده على النار ويسخنوا. عندي كده بقى حبايب قلبي كوباية من الفول انا فرمتها في الخلاط. مش عايزة تفرميها في الخلاط وتدوبيها او بايدك كده عادي، بس انا هنا بحب اعمل الفول اللي بالطحينة دوت افرمه في الخلاط زي المطاعم بالظبط. بضيف عليه بقى حبايب قلبي اقولك الكمون في الفول بيخليه روعة. عايزه اقولك حبيبه قلبي اني احط بقى البهارات والحاجه اللي احنا بقى قلنا عليها برضو بنفس الطريقه على الفول ده، واقلبها تقليبه وكمان غلوه واحده بس. واول ما يغلي معاكي كده ويشم النار بقى كده تخرجيه خلاص من على النار. بص بقى غلي معايا اهوت وبقى زي العسل بسم الله ما شاء الله. هنفضيه في الطبق بقى ونزينه بالطحينه بتاعته، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. وغرفنا الفول بتاع الصلصه في الطبق، وكمان الفول اللي هنحط على الطحينه معانا. عايزه اقولك ان الفول المدمس دوت له فوائد كتيره جدا جدا، غني بالعناصر الغذائيه المفيده مثل المغنيسيوم والنحاس والفوسفور وحمض الفوليك وكمان الحوامل. جميل جدا جدا جدا، مفيد جدا للعظام عشان النحاس اللي فيه، وكمان بيعالج الانيميا ما شاء الله عليه، وكمان مفيد لمرضى الضغط. يعني عايزه اقولك في حاجات كتيره قوي مفيده. اوعي تمنعيه من بيتك ما شاء الله. هو ده العلاج المفيد للحالات اللي انا قلتها ديت. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وكمان عايزه اقولك يعني مفيش بيت مصري ما بيستغناش عن طبق الفول في الصبح في الفطار. بألف هنا يا حبايب قلبي، ويا رب لو وصلتوا معايا للحته ديت بقى ما تنسوناش من اللايك. حطوا لايك بقى للفيديو ما تنسوش، وكمان اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس حبايب قلبي يوصل لكم كل جديد من مطبخ ام انس. بصوا بقى على جمال الفول وجمال الحلاوة بتاعته، جميل جدا والله بجد تحفة ما شاء الله. في حفظ الله يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونورتوني وشرفتوني، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.